تعال نشوف مع بعض كده الحالات التحكيميه ما بين مباراه النادي الاهلي وفريق بيراميدز، وما تنساش طبعا تبقى تجاوب على السؤال بتاع المسابقه علشان تكسب معايا كارت شحن. اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا فاول لصالح الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي لاعب بيراميدز بيستخدم اليد ومانع لعيب النادي الاهلي ان هو يعدي، وطبعا هنا الفاول موجود والانذار مستحق. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا كان لاعب الاهلي بيطلب بضربه جزاء. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي الكره جايه في ركبه لعيب بيراميدز وبعد كده راحت على اليد بتاع زميله زي ما احنا مش شايفين مع بعض. هنا القانون بيقول لك لو الكره جت في القدم وبعد كده راحت لليد ما بتبقاش ضربه جزاء، بس القانون ده بيقول امتى بقى الكلام ده؟ لما يبقى هو اللاعب، يعني اللاعب اللي جت في اليد ده لو قبل ما تيجي في ايديه جت في قدمه ما تبقاش ضربه جزاء، لكن هنا الكره ما جاتش في قدم اللاعب، هو جت في زميله وراحت على اليد، كان لازم هنا الفار يتدخل في اللعبه ديت. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا فاول لصالح الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه استخدام باليد من لعيب بيراميدز زي ما احنا مش شايفين مع بعض، وهنا الشد موجود والتعمد موجود. الحكم حسب المخالفه كان لازم يديله انذار، لعبه واضحه جدا. هنا التعمد موجود والشد موجود اهو، استخدام اليد موجود، الحكم حسب المخالفه بدون انذار، وطبعا هنا قرار الحكم قرار خطأ. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا فاول على لاعب الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه تدخل بقوه، وبرده هنا كان لاعب الاهلي لازم ياخد انذار، لكن هنا الحكم حسب المخالفه بدون انذار. نروح للحاله اللي بعديها، وبرده الحاله دي مهمه جدا. هنا الحكم حسب مخالفه على لاعب بيراميدز، لكن هنشوف مع بعض حاجه مهمه جدا. هل هنا اللاعب بيلعب على الكوره ولا بيلعب على جسم حارس مرمى النادي الاهلي؟ زي ما احنا شايفين مع بعض هنا اللاعب اصلا مش باصص للكوره، هنا كل تركيزه على جسم لعيب النادي الاهلي. كان لازم الحكم هنا برضه يديله انذار، لان هنا في تعمد، اي لعبه فيها تعمد لازم يبقى معاه انذار. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا لمسه يد على لاعب بيراميدز. هنشوف مع بعض هتلاقي الكره جايه فعلا في اليد، وطبعا هنا لمسه اليد موجوده وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا فاول على لاعب الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب رافع القدم لمستوى خطر زي ما احنا شايفين مع بعض، وهنا الحكم حسب الفاول واداله انذار. اول حاجه هنا هوت الزاويه دي طبعا مش موضحه، القدم في ظهر اللاعب ولا لا، لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. شوف بقى اللاعب لما وقع على الارض مسك ظهره ولا مسك دماغه؟ زي ما احنا شايفين مع بعض هنا اللاعب مسك دماغه، ده اكبر دليل ان هنا لعيب النادي الاهلي القدم ما لمستش ظهر اللاعب زي ما احنا شايفين مع بعض، لكن في الاخر مستوى القدم دوت وارتفاعه يستاهل عليه الفاول. لكن اللعبه اللي بعديها على طول فاول على لاعب بيراميدز، والحكم هنا ما ادالوش انذار. هي اللعبه برضو اللاعب ان هو رافع القدم لمستوى عالي، طالما هنا حسبت فاول وانذار كان لازم هنا برضو تحسب فاول وانذار. نروح للحاله اللي بعديها، الحاله دي مهمه جدا. هنا هتلاقي في تدخل بقوه من لعيب بيراميدز على لعيب النادي الاهلي زي ما احنا شايفين مع بعض. لعبه زي ديت الطبيعي فاول وانذار زي ما احنا شايفين مع بعض، وممكن كمان الفار يتدخل ويجيب الحكم يشوف ان هنا في تدخل بقوه، لكن هنا الحكم حسب حاجه غريبه جدا. وخلينا بقى نعمل السؤال بتاع الحلقه على اللعبه ديت. نروح للحاله اللي بعديها، وهي ضربه الجزاء بتاعت النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم من لعيب بيراميدز، طبعا هنا اللاعب ما لعبش على الكوره ولعب على جسم اللاعب النادي الاهلي، وطبعا هنا ضربه الجزاء سليمه، لكن برضو كان لازم يبقى فيه انذار مع اللعبه ديت. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا كان لاعب الاهلي بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض بقى اللعبه دي مهمه جدا. بص هنا يد لعيب بيراميدز، هتلاقي هنا اللاعب بيستخدم اليد وفي دفعه مع لعيب النادي الاهلي. هنا اصلا لعيب بيراميدز ما لمس الكوره نهائي وما لعبش على الكوره ولعب على جسم لاعبي النادي الاهلي. طالما في استخدام باليد ان هو زي ما احنا شايفين مع بعض، يعني هنا قوه زايده، كان لازم الفار يتدخل لو الحكم ما حسبش ضربه جزاء، لكن هنا الحكم ما حسبش والفار كمان ما اتدخلش. تعال نروح بقى لسؤال الحلقه اللي انت لو جاوبت عليه هتكسب معانا كارت الشحن. اول حاجه لازم تبقى عارف ان هنا الاجابه هتكتبها في التعليق بتاع الفيديو، وهتاخد سكرين وتبعتها لي على الرابط بتاع الفيسبوك اللي انا هسيبه لك في التعليقات. تعال بقى نشوف مع بعض كده الحاله. طبعا شرحنا الحاله ديت وقلنا ان هنا لاعب بيراميدز داخل بقوه مع لعيب النادي الاهلي زي ما احنا شايفين مع بعض. بس هنا بقى سؤال الحلقه اللي انت هتكتبه في التعليقات، هل اللاعب ده خد انذار ولا لا؟ يعني هتكتب لي اللعبه اتحسبت فاول واللاعب خد انذار، او اتحسبت فاول واللاعب ما خدش انذار، او اللعبه ما اتحسبتش فاول واللاعب ما خدش انذار خالص. معاك 3 اختيارات، اللاعب خد انذار مع الفاول بس من غير انذار، او ما فيش انذار وما فيش فاول.